مباشرة 8 أوت 2025. اليوم الموعود واليوم الذي هدد فيه بعض من حثالة يعيشون في بريطانيا وفرنسا وجميع الدول المعادية للجزائر، هددوا بحراك جزائري يخرجون الشارع الجزائري إلى الخارج. حفيظ الراجي وكل الجزائريون اليوم نعم يخرجون إلى الشارع، لكن من أجل صلاة الجمعة فقط. قد ترهقنا الظروف لكنها لن تجبرنا يوما على المساومة في السيادة والكرامة. نحاصر، تضيق علينا، نجوع، نهدأ، لكن لن نساوم، فالسيادة عزة والكرامة وعد لا يخلف. مهما قست الأيام وتكالب الخصوم قد نخسر وتنكسر الأرواح، لكن لا تنكسر المبادئ، والسيادة والكرامة لا مساومة عليها. الجزائر متابعينا الكرام، لن أتحدث على طبعا الرد الجزائري على ماكرون لأن كل الجزائريين يعلمون هذا الأمر، لكن سوف نرد على الأشخاص الذين قالوا بأن هناك حراك في الجزائر وبأن الشعب الجزائري سوف يخرج يوم 8 أوت 2025 من أجل كما يعتقد إسقاط النظام الجزائري. الشعب الجزائري يرد اليوم: نحن والدولة الجزائرية واحد، الجيش والشعب واحد، الحكومة والشعب واحد. الشعب الجزائري لا يملك وقتا من أجل أن يبيع أو يخون وطنه ويخون بلاده. الشعب الجزائري كله يد واحدة ورسالة واحدة لأعداء الوطن. لسنا ممن يخون هذا البلد العظيم، ولا نملك وقتا من أجل خيانة البلد. اليوم 8 أوت 2025 الشعب الجزائري يضرب بقوة أعداء الجزائر ويؤكد بأن سيادة الجزائر خط أحمر، وبأن الجزائر اليوم والشعب الجزائري اليوم ليس الشعب الجزائري الذي خدع في زمن التسعينات، ليس الشعب المصري وليس الشعب السوري وليس الشعب وتنكسر الأرواح، لكن لا تنكسر المبادئ، والسيادة والكرامة لا مساومة عليها. الجزائر متابعينا الكرام، لن أتحدث على طبعا الرد الجزائري على ماكرون لأن كل الجزائريين يعلمون هذا الأمر، لكن سوف نرد على الأشخاص الذين قالوا بأن هناك حراك في الجزائر وبأن الشعب الجزائري سوف يخرج يوم 8 أوت 2025 من أجل كما يعتقد إسقاط النظام الجزائري. الشعب الجزائري يرد اليوم: نحن والدولة الجزائرية واحد، الجيش والشعب واحد، الحكومة والشعب واحد. الشعب الجزائري لا يملك وقتا من أجل أن يبيع أو يخون وطنه ويخون بلاده. الشعب الجزائري كله يد واحدة ورسالة واحدة لأعداء الوطن. لسنا ممن يخون هذا البلد العظيم، ولا نملك وقتا من أجل خيانة البلد. اليوم 8 أوت 2025 الشعب الجزائري يضرب بقوة أعداء الجزائر ويؤكد بأن سيادة الجزائر خط أحمر، وبأن الجزائر اليوم والشعب الجزائري اليوم ليس الشعب الجزائري الذي خدع في زمن التسعينات، ليس الشعب المصري وليس الشعب السوري وليس الشعب التونسي ولا الشعب الحمروكي. الشعب الجزائري طبيعته مختلفة، متمرد، شرس، قوي، غاضب، يعشق بلده إلى حد النخاع. الشعب الجزائري يضرب المثل بأنه يعشق هذا البلد العظيم. مرارا وتكرارا قلناها بأن هذا الشعب الجزائري لن يغويه أي تحركات ولن يغويه أي تهديدات، سواء من طرف أعداء الجزائر أو من الذين يريدون ضرب المصلحة العليا للجزائر. الشعب الجزائري متابعينا الكرام يقول لكل من يريد ضرب الجزائر ومصلحة العليا طبعا للدولة الجزائرية: نحن أبناء الشعب الواحد، الجيش والشعب الجزائري واحد. ما تقدروا تخرجوا الشعب الجزائري وما تقدروا تطيحوا النظام الجزائري، لأننا يد واحدة. قلناها مرارا وتكرارا. ووزارة الدفاع الوطنية اليوم نشرت فيديو تحدثت فيه عن هذا الموضوع: شعب واحد، جيش واحد، شعب. طبعا دفعنا الغالي والنفيس كما قلت في بداية الفيديو من أجل طبعا أن ننقذ الجزائر من أيدي هؤلاء الخونة، والحمد لله على نعمة الجزائر. لمن يقول وراهم الشعب الجزائري ليش ما خرجوش اليوم فيما يسمى بحراك 8 أوت، أنا نزيد نقول لكم زيدوا ديروا ضغط واحدة أخرى إن شاء الله.
وبقاو تحلموا كل شهر يديروا يوم وبقاو تحلموا فيه. 8 أوت، زيدوا ديروا 8 سبتمبر، زيدوا ديروا 8 أكتوبر، زيدوا ديروا 20 نوفمبر، وأنتم تحلمون هكذا بأن تسقط الجزائر. الجزائر لن تسقط، فأنتم الساقطون إلى القاع. تحيا الجزائر، وتحيا عمي تبون، وتحيا الدولة الجزائرية العظيمة. السلام عليكم.